عليه أفضل الصلاة والسلام. وردت بعض الأخبار في وكالات الأنباء بأن هنالك اعتقال لمدير عام تربية كربلاء المقدسة، وهذه وفق مادة 4 إرهاب، وهذه من السخرية التي حدثت في الإعلام العراقي، بحيث لا يتأكد هنالك أخبار جدية في هذا الموضوع. إنما حدث هنالك أظهرنا وثائق تدين الزلام النظام السابق والذين يريدون أن يتسلقوا إلى السلطة بدعم من بعض الشخصيات الموجودة ومن يتبعهم، وكذلك من شخصيات برلمانية تروج لهم في الوزارة. هؤلاء كشفنا هويتهم المزورة، وكذلك كشفنا درجاتهم الحزبية التي كانوا مخفينها، وأيضا هذه المعلومات حصلنا عليها بالكتب السرية، ونحن نلاحق كافة البعثيين في دوائرنا ونجتثهم ولا نسمح لهم في الدوائر. أعرض إليكم الوثيقة التي سببت هذا الاعتقال، هذا التوقيف لمدير عام تربية كربلاء، وهي سابقة خطيرة لكل مدراء العامين، بحيث لا يحكم القضاء في وفق مادة 432 بالاعتقال. هل يصح أن 432 مادة، هذه المادة يعتقل مدير عام تربية في محافظة؟ هذا أضع التساؤل أمام مجلس القضاء الأعلى ليأخذ دوره ولتأخذ دورها الحكومة المحلية حفاظا على العملية التربوية. هذه الوثيقة التي أعرضها أمامكم التي أدانت أحد أشخاص الذين كانوا يرأسون إحدى مؤسساتنا التربوية، والآن هم مرشحين إلى المديرية العامة بصفة مدير عام، ونحن لدينا التعليمات التخص محافظة كربلاء المقدسة، وهي عدم تسلم الأعضاء أي منصب إداري في المديرية العامة لتربية كربلاء المقدسة، وعدم استقبال أعضاء الفرق في مديريتنا. ولذلك فإن هذا كل من نشر معلومة وكذب وروج بأنه مناصر لأزلام النظام السابق ومناصر للبعثيين. ولاحظنا أن هنالك بعض المواقع الإلكترونية التي تخص بعض الأشخاص روجت وانتفضت من إظهارنا هذه الوثيقة، مما يدل بأنهم مناصرين لعودة البعث، وما هذا لا نسمح له إكراما ووفاء لدماء شهدائنا التي دائما نذكرها، التي سببها هؤلاء البعثيين. مهدي الجبوري، مدير عام تربية كربلاء المقدسة.